السلام عليكم. هذه رسالة إلى سالم الطويل الذي أشغل الأمة بتتبع أخطاء الدعاء والعلماء، خصوصا الذين يقبعون في السجون. أقول له: يا سالم الطويل، المدعو محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء السعودية والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خرج اليوم بتصريحات خطيرة جدا. فعندما سئل عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ويقصد بذلك الكريسماس، قال: ليس هناك نص شرعي يحرم هذه التهاني. مسألة تبادل التهاني مع غير المسلمين كالكريسماس وغيرها من الأعياد التي نسمع عنها في العالم، ليس هناك نص شرعي يحرم هذه التهاني. أرأيت يا سالم الطويل هذا الكلام الخطير؟ اترك عنك المساجين الذين لا يستطيعون الكلام منذ سنوات ورد على محمد العيسى، فهو أولى بذلك. محمد العيسى الآن يفتن الناس في دينهم، فهذه مسألة خطيرة تتعلق بالعقيدة. الدعاء والعلماء الذين ترد عليهم هم في السجون، ولو كان فيهم شر فقد انقطع، والآن هم يعاقبون. خلك منهم وورينا المراجل على محمد العيسى الذي يفتي الآن بالكفر والشرك وينقض ما قررته هيئة كبار العلماء طيلة السنوات الماضية. ورينا المروءة في الرد على محمد العيسى، وأنا أشك في ذلك، لكن لعلك تفعل. ولعلمك يا سالم الطويل، فيديو محمد العيسى شاهده حوالي 500,000 شخص على تويتر فقط، والآن الفيديو منشور في كل الصحف والقنوات. وأما حساب محمد العيسى على تويتر فعليه إعلانات ممولة لنشر هذه الأباطيل على أوسع نطاق لإضلال أكبر عدد ممكن من المسلمين. أليس هذا أولى بالرد والتوضيح؟ مرة أخرى، هذا رجل حر طليق يضلل الناس بالدعوة إلى الكريسماس والاحتفال بالأعياد الكفرية، فهل آن الأوان أن تحذر منه ومن ضلالاته؟ ولا تقول لي أنا لا أعلق على كل شيء، فهذه حيلة قديمة للهروب. إذا كنت لا تعلق على كل شيء، فلماذا تنشغل وتشغل الأمة بفلان وعلان في السجون وتخصص حلقات طويلة عنهم؟ ولا الشجاعة والمروءة فقط على هؤلاء المساجين؟ ورينا الشجاعة والمروءة والمراجل على هذا الخبيث الضال المروج للكفر والشرك. أنا أقول: أنت جبان يا سالم الطويل، وأتحداك أن ترد عليه باسمه وتحذر الناس منه كما تفعل مع الدعاء والعلماء الآخرين. أنا لا أطلب منك شيئا تعجيزيا، وأتمنى أكون غلطان وتحرجني أمام الناس.